أنا مش عارف أبتدي منين، بس خلّيني أقول لك، لو في حاجة بتراقبك مش دايمًا هتعرف. ساعات الحاجات اللي بتراقبك بتبقى أقرب مما تتخيل، أقرب من روحك لجسمك. الموضوع بدأ من أسبوع لمّا حسيت إني مش لوحدي في الأوضة، مع إني كنت قافل الباب بالمفتاح والبيت فاضي، أو على الأقل كنت فاكر إنه فاضي. كنت قاعد على مكتبي باشتغل عادي جدًا، وفجأة لمحت حاجة على شاشة اللابتوب، مش انعكاس، مش خيال، لكن كانت عين بتبص لي من جوه الشاشة. غمضت عيني للحظة، ولما فتحتها كانت اختفت. أقنعت نفسي إني مضغوط أو إني بسهل لنفسي أوهام، بس اللي حصل بعد كده أكد لي إن اللي شفته كان حقيقي. بعدها بشوية جالي إشعار على الموبايل من كاميرا المراقبة في الصالة. أنا ما عنديش كاميرا مراقبة في الصالة. فتحت الإشعار وكان في فيديو ليا، مش فيديو قديم، لأ، فيديو مباشر، وأنا قاعد على مكتبي بالزاوية اللي شفت منها العين في الشاشة. بدأت ألف وشي ببطء، وأنا عارف إني هلاقي حد أو حاجة أو أي حاجة واقفة ورايا، بس لما بصيت ما كانش في حد. بس أنا غلطت، لأني فكرت إني كنت لوحدي، لأني فكرت إن اللي بيراقبني كان ورايا. الحقيقة إنه ما كانش ورايا، الحقيقة إنه كان جوايا. وأنا بتكلم دلوقتي مش متأكد إذا كنت أنا اللي بتكلم ولا هو.